يلا قومي مستنية ايه؟ يلا قومي فرحي العيال بقى، الاجازة جت وياكلوا بقى البيتزات والحلويات. يلا بقى نبص نرتب عليهم كده بقى وندلعهم بدل الامتحانات والمذاكرة ووجع القلب. جه بقت الاجازة وجه الصيف بقى، ونعمل لهم احلى الاكلات اللي بيحبوها في المصيف، في رحلة، في نادي، في اي حاجة. زي ما انتم شايفين عملنا البيتزتين العملاقة دول الاتنين باقل التكاليف وبطريقة سهلة جدا جدا. يلا قومي تشمري كده انت وهي، واعملي لعيالك عشاء حلو يفتح نفسهم، او غدا، او اي حاجه من ايدك الحلوه دي، مع احلى بيتزا ومن ايد شهد بنتي. يلا بينا على الفيديو نشوف هي عملتها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بقى خلاص خلصنا العيد ولحمة العيد وزهقنا من الاكلات والطبيخ والرقاق. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم وصفة جديدة. هي مش جديدة، هي شغالة، بس هوريكم برضو وصفة بطريقة سهلة وموفرة. هنعمل النهارده بيتزا طريقة جميلة قوي. معانا كوب من اللبن. هنا هنعمل بيتزا بالتونه، حاجه كده رخيصه وجميله وعلى قد الايد. انت ممكن تستبدلي اللبن ده بميه، ولكن احنا حطينا لبن بودر ودوبناها في ميه دافيه علشان نشغل الخميره بتاعتنا. ودي طريقه يعني جديده عن اللي انا قدمتها لكم قبل كده، لان لازم نجدد من ايه، من قناتنا ومن طرق اكلنا، عشان الولاد بقى الاجازه وبيحبوا الاكلات دي. وبعدين هنحط هنا معلقه سكر زي ما احنا شايفين كده، معلقه من السكر دي معلقه صغيره، فهنحط معلقه تاني بس، يعني معلقه شاي تعتبر، عشان دي المعلقه دي صغيره جدا. هنحط ذره ملح كده، حوالي نص معلقه ملح زي ما احنا شايفين كده، وهنحطهم مع بعضيهم. وهنجيب كمان معانا معلقتين خميره، يعني بمعدل كيس من الخميره. وعلى فكره المقادير دي مقادير بيتزتين اللي هم هيبقوا 3 كوبايات دقيق. لو انت عايزه تقللي الكميه هيبقى كوبايه ونص من الدقيق. احنا هنا هنعمل بيتزتين فعاملين 3 كوبايات من الدقيق. ادي الخميره معانا. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب الخميره الفوريه بتاعتي اللي هي الباكت الكبير على بعضه. هنبدا بقى نحط كده معلقتين من الخميره زي ما احنا شايفين، والسكر والميه الدافيه هتساعد على تشغيل الخميره معانا واحنا في الصيف طبعا وبسرعه. وادي كمان كده، يبقى احنا هنا حطينا 4 معالق صغيرين من الخميره او معلقتين بما يعادل كيسين، لان احنا هنعمل بيتزتين تمام زي ما بقول. هنبدا بقى نقلب كده وهنسيب الحاجات دي كلها الخميره بتاعتنا تشتغل وتتخمر معانا. نقلبها كويس قوي، هنركنها وتعالوا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنحضر سلطه الصلصه بتاعت. جينا على النار هنا زي ما احنا شايفين، حطينا 4 طماطمات وبصلتين وهنغليهم على النار ونسلقهم عشان نعمل بيهم سلطه البيتزا بتاعتي. طبعا لو انت واثقه من الخميره بتاعتك فاحنا هنشتغل على طول، لكن لو مش واثقه تركنيها شويه لحد لما الدقيق الخميره تتفاعل معاك. هنا بقى بنحط الدقيق. عندنا هنا 3 كوبايات من الدقيق، نحط كوبايه كده ونقلب، ونحط كوبايه ونقلب. طبعا التقليب لازم تقلبي لحد لما الخليط كله يتجانس مع بعض. ادي تاني كوبايه، هنحط بقى الثالثه، وان شاء الله كده بامر الله. ديت الطريقه غير اللي انا بعملها لكم. انا بعمل لكم طبعا كل المكونات الجافه على بعضها، لكن النهارده احنا حطينا السوائل الاول وبعدين حطينا الدقيق. الكوبايه الثالثه بقى نحطها بالتدريج علشان برده لو الخليط معانا مش محتاجه لسه. طبعا هنحط الزيت عشان الزيت برده هيخفف من القوام بتاعنا. هنلم بقى العجينه بتاعتنا كده. دلوقتي بقى طبعا احنا هنلم العجينه يا اما بالسباتيلا يا اما بايديكي علشان تشوفي ملمس العجينه معاكي. بنبدا بقى ان احنا نلم العجينه كده معانا بالسباتيلا زي ما احنا شايفين، وبعدين هننزل معانا بمعلقتين من الزيت. انا صراحه بحط 3، فانا هحط 2 الاول، لو لقيتها محتاجه الملمس بتاعها هحط 3. اديني لميتها كده، ابدا بقى ان انا المها بايدي. نبدأ بقى ننسم كده العجينة بنقطتين كده من المية ونلمها تاني علشان يبقى ملمسها معايا طرية وحلوة زي ما احنا شايفين اهو يا حبايب قلبي. احنا قلبناها بايدينا. هنبدأ بقى ان احنا نحط معانا الزيت. طبعا هنحط معلقتين من الزيت اهو، ادي معلقة وادي التانية، ونلم برضو ونشوف. احنا طبعا عاملين بيتزتين، هنحط طبعا 4 معالق عشان احنا عاملين بيتزتين. ادي التالتة وادي الرابعه. نلم بقى معانا العجينه كده مع بعضينا بايدينا لحد ما تبقى طريه. نلمعها كده، نلمها مع بعضينا تبقى افضل ادعك فيها كده لحد الدقيق ده كله ما يختفي معايا. انا بقول لكم اهو طريقه بدائيه من اول وجديد للبنات اللي هم متجوزين جداد، البنات اللي اول مره يخشوا المطبخ. يلا بقى الامتحانات خلصت، وبنات الجامعه اللي خلصوا الثانويه ربنا معاهم ان شاء الله ويكملوا على خير، يبداوا يخشوا المطبخ ويعملوا لنا بقى اكلات، ويبعتوا لي كده صور الاكلات اللي عملوها ويقولوا لي شوفي يا مس امال الوصفات بتاعتك احنا عملناها. طبعا زي ما احنا شايفين كده احنا بندعك العجينه لحد لما تبقى طريه معايا.
زي ما يقول كده زي اللي ما تكونش قافشه كده وماسكه. طبعا انت زي حسب بقى الدقيق بتاعك، لو لقيتيها ان هي قافشه شويه برده ممكن تحطي شويه ميه، لان العجين بيختلف، ممكن العجين ياخد معاكي شويه الميه دول وممكن لا. فانا لقيتها ماسكه معايا شويه، قلت اطريها شويه بشويه الايه، بشويه الميه. ولبن البودر برده بيساعد على العجينه بتبقى طريه وهشه من جوه، بتبقى جميله جدا. هنبدا بقى نلمها كده. العجينه معانا تمام التمام. هنلفها بقى كده ونغطيها ونسيبها تخمر لحد ما نعمل الصلصه بتاعتها ونظبط الحشوه اللي احنا هنحشيها بيها زي ما احنا شايفين كده. بس كده هنحط بقى ندعي زيت كده على وشها ونغطيها، ملمس زيت كده بس على وش العجينه كده، ونغطيها بالاسترتش بغطا حله باي حاجه، او تحطيها في الفرنه لحد لما تخمر. طبعا ممكن تولعي الفرن شويه وتطفيها وتحطيها بقى لما تخمر، على ما نكون الحاجات اللي نحطها. احنا شايفين جبنا الطماطم بعد ما قشرناها والبصل وسلقناها، حطينا شويه زعتر وشويه ملح وشويه فلفل، هنضربهم في الكبه. وحطينا هنا حضرنا التونه ومقطعنا معاها فلفل، وهنا مقطعين بصل، ولو احتاجنا تونه هنفتح علبه تانيه هنشوف برضو لو عوزنا هنحط. شايفين يا حبايبي هنضرب بقى الخليط ده كله. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت شويه بابريكا وشويه فلفل اسود وزعتر تاني وملح اهو، اديني قلت لكم. وهنضرب كله في قلبه، وفص ثوم، وهنضرب كله في قلبه. ضربناها كده بالشكل ده. هنبدا بقى ان احنا نحضرها عشان ندهنها على وش البيتزا. ولو ما عندكيش خلاص انت ممكن تحطي شويه صلصه وعليها شويه ملح وفلفل برده وتدهني بيها وش البيتزا. بسم الله ما شاء الله. ادينا شايفين العجينه خمرت اهو. هنبدا ان احنا بقى نفضي الهواء منها ونقسمها لقطعتين عشان نحط في كل واحده، في كل صينيه بيتزا اهو. انت بقى لو عايزه تعملي واحده بالتونه، واحده بالفراخ، واحده بالجبنه، براحتك. الحشوه دي ترجع لك انت. طبعا الجو حر يا دوبك، على ما انا ما حضرتش الحاجه كانت هي. بصوا يا بنات العجينه بتاعتها زي اللبانه وجميله ازاي خالص، حلوه. نبدا ده نظبط العجينه بتاعتنا ونبدا نفردها. عايزينها رقيقه في النص وتكون سميكه شويه من الحروف. نبدا بقى نديها كده، نوسع كده من الوسط نطلع على بره. فاهمين يا حبايبي؟ حتى لو الصينيه كبيره عادي، انا هعمل على قد ما العجينه سمكها معايا يبقى مظبوط. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا ننغز سيبناها بقى ترتاح كده 10 دقايق لحد ما ارتفعت كده. هنبدا بقى ننغزها من النص بس زي ما احنا شايفين كده. شايفين ملمسها طري وجميله قوي. هنحط بقى عليها دي اللي هي بالتونه، وانا غيرت رايي وهعمل الثانيه بالجبنه علشان يبقى عندنا نوعين، واحده بالتونه وواحده بالجبنه. يلا بقى زي ما احنا شايفين هنحط بقى الخلطه بتاعتنا. ادي التونه اهي، نفردها كده عليها. على فكره هنبدا نحط الصلصه. معلش انا شلت ايدي من التونه لاني انا نسيت احط الصلصه. طبعا الصلصه جميله وريحتها حلوه جدا يا بنات بالزعتر. جربوا كده الطريقه وقولوا لي ايه رايكم. الزعتر ده بيخلي البيتزا في حته ثانيه. دهنا بقى كده البيتزا بتاعتنا بالصلصه هنا وهنا. نبدا بقى نحط هنا شرايح البصل زي ما احنا شايفين كده، ونحط بقى شرايح الفلفل برده والتونه. البصل بقى ده يا بنات بيديها طعم جميل جدا جدا. جربوها كده، ولا شوحناه ولا حاجه، لان احنا مش عاملينها بالفراخ ولا باي حاجه. يعني البصل عادي خالص من غير اي حاجه، نتقطع كده جوليان ونحطه. وكده بقى هنبدا نحط التونه نوزعها برده عليها زي ما احنا شايفين كده، ونفردها بقى عشان يبقى كل البيتزا عليها. انا اكتفيت بالعلبه لبيتزا. البيتزا دي على فكره تاكل نفرين مرتاحين يعني. فانت لو عندك اطفال او حاجه، البيتزتين دول اللي يعملوا معاكي الصح. عشاء بقى، غدا، تعمليها في رحله في النادي، اللي يعجبك اعملي. انا بديكي فكره وانت ايه كملي. تعالوا بقى عند البيتزا التانية. هنبدا بقى ان احنا نحط ايه. عملت انا فلفل الوان وجبنه اسطنبولي، وحطيت كمان عليها فلفل حامي وفلفل اللي هو الالوان وطماطمايه. ابدا بقى احطهم كده عندي برده زي ما احنا شايفين كده، اوزعها. انا حبيت بقى لاخر لحظه غيرت وقلت لا انا هاكلها بالجبنه، وحطيت برده جبنه مبشوره كده معاها عشان تديني طعم حلو. نبدا بقى يا حبايب قلبي زي ما احنا شايفين. احنا طبعا مولعين الفرن من قبل ما نبدا علشان الفرنه تبقى سخنه وتخش على نار عاليه على طول كده في النص طبعا، ومش هنغير. وبرده هحط كده على الوش شويه جبنه رومي، وعندنا جبنه موتزاريلا بس مش هنحطها دلوقتي الا لما تخش في السوا عشان ما تعضمش كده وتبقى حاجه. لا احنا هنحطها مجرد ان احنا خلاص هنطفي الفرن عشان تاخد بس تسيح. بص المنظر يا حبايبي، بص الجمال. الزيتين بقى دول انت لو هتروحي تشتريهم هتشتريهم بكام. يلا بقى نحطهم في الفرن ونرجع لكم.
احنا شايفين بقى البيتزا الجميله بتاعتنا العملاقه طلعت زي الفل. دي ام جبنه، بصوا منظرها جميل وتحفه. وديت اللي هي بالتونه، وعملنا بيتزتين يعني لو رحت اشتريتيهم هيبقوا بكام، وطريه وجميله. بس طبعا انا والله ما قادره ان انا اقطعها لكم واوريكم، بس انا هحط لكم كده ايدي عشان اوريكم الطراوه بتاعتها والحلاوه، والجبنه الموتزاريلا الجميله اللي سايحه عليها سخنه نار، مش قادره ان انا امد ايدي فيها. شايفين؟ وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. احلى بيتزتين واحلى من بعض، بيتزه التونه وبيتزه الايه وبيتزه الجبنه. ايه رايكم بقى؟ يا رب تجربوا الفكره دي وتقولوا لي عملت معاكم ايه ونجحت ولا لا، وطريقه جميله. وادينا بنجدد، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى منكم كده مشاهده طيبه وتعليق حلو منكم باذن الله يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين. ومع تحيات مس امال، سواء هينزل على يوميات مس امال او منوعات شهد وماما، اي حاجه بقى تشوف. وعلى فكره في اخر الفيديو حابه اقول لكم دي عمايل بنت شهد، خلاص بقى دخلت الاجازه ودخلتها المطبخ تتعلم وتريحني شويه. متشكرين يا ست شهد على الجمال اللي انت عملتيه ده.